عاملين ايه النهارده؟ انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم الملوخيه الخضراء بكل تفاصيلها بطريقه امهاتنا. دلوقتي انا ارتبت الملوخيه بالشكل دوت وهغسلها. والملوخيه لازم لما تعمليها تغسليها كويس جدا كذا مره عشان بيبقى فيها تراب. الاول هنقعها في ميه عشان تبقى الميه ديت هتساعد ان التراب اللي فيها ينزل. اول مره بتحطي فيها ميه كتير وبعدين بتسيبيها كده شويه لمده 5 دقايق وبعدين ببدا اغسلها كذا مره لحد ما تبقى نظيفه وما يبقاش فيها اي تراب. غسلتها وصفيتها شويه في المصفى. بجيب بقى قماشه كده تكون نظيفه مخصصاها للمطبخ واروح احط عليها الملوخيه. احسن طريقه بتخلي الملوخيه تنزل الميه اللي فيها بسرعه. وبنبدأ نطبق القماشة كده بتخلي المية اللي فيها تطلع بسرعة. دقيقتين كده في القماشة وبعدين بتحطيها في الصينية اللي هتخرطيها فيها. خلاص نشفت معايا بالشكل ده مبقاش فيها مية. هبدأ دلوقتي اخرطها بالمخرطة. لو حابة تعمليها بالكبة اعمليها. اكمل بقى بقية وصفة الملوخية. معايا دلوقتي حلة وحطيت فيها قطعة زبدة ومعلقة توم مهروس وهحمرها فيها. التومة اتحمرت معايا كده. دي طماطمايه وبشرتها ناعم كده هضيفها هنا. معايا كمان مكعب مرقة. شوح الطماطم كده مع التومة. الطماطم ديت بتدي طعم حلو خلاص الطماطم اتشوحت مع التومة. هضيف بقى معلقة كزبرة ناشفة. هضيف بقى الحاجة اللي بتخلي الملوخية طعمها حلو ومسكر، معلقة سكر صغيرة وتحافظ على لونها. دلوقتي بقى هضيف الشوربة. خلاص اهي انا الملوخية اهيت انا جهزتها وخرطتها بالشكل دوت. هبدأ اضيفها هنا في الحلة. حطيت فيها قطع من الزبدة وشوية زيت وحوالي معلقتين توم مهروس كبيرة. لو ما عندكيش توم مهروس ممكن تجيبي راس توم بتفصصيها وتدقيها وتبقى بالشكل دوت. هحمرها عشان اعمل الطشة بتاعة الملوخية. تحطي الشوربة على حسب كمية الملوخية اللي انت عاملاها. ده شكل الملوخية وطريقة التنشيف الكويسة للملوخية هي اللي ما بتخليش فيها رغوة. خلاص الملوخية خلصت معايا. انا كمان خلاص اهي اتحمرت نص تحميرة. هبدأ اضيف لها معلقة كزبرة ناشفة. كزبرة بتدي طعم حلو للملوخية. هبدأ اضيف بقى عليها الطشة. الطشة هنا هبدأ اضيفها هنا. خلصت معايا اهي وده شكلها.